تعالَ وأنت معدّي كده أنا عايز أسألك على حاجة، هل أنت شايف المعيار بتاع النجاح بيكون مقتصر على اللي أنت تبذل مجهود كبير بس، والّا اللي أنت موجود في المكان الصح وفي البيئة الصح في الميعاد الصح، والّا كل دول مع بعض؟ فكّر في الموضوع ده شوية كده. كان في كاتب مصري اسمه أنيس منصور بيقول لك إيه بقى، لو كان الثراء بقدر العمل لبات الحمار على سريرٍ من ذهب. فما تقارنش نفسك بحد تاني بيعمل مجهود أكتر عشان يوصل لحاجة، لإن كل واحد بياخد رزقه حتى لو عمل إيه باللازم. الموضوع ما فيه اللي أنت أهم حاجة اللي أنت تكون راضي عن حياتك، لإن أنت لمّا تيجي تبُص لها بمثال عملي وقارنت بين نفسك وبين عامل النضافة اللي بينزل من صباحية ربنا وبيطلع عينه في الشمس، بيقعد يكنس الشارع، بيعمل مجهود أكتر منك بكتير ولكن هو ما بيقبضش زيك. فهي ربنا مقسّمها بالعدل على كل واحد هياخد على قدر رزقه بس، فأهم حاجة اللي أنت تنام راضي عن نَفْسك وما تحسّسش نَفْسك بالوجع عشان تعرف تعيش مبسوط. فلو كلامي عجبك اعمل لي لايك، لو عايز تشوفني تاني اعمل لي follow، اكتب لي كومنت هارُد عليك، لو عايز تفيد حد تاني اعمل share للفيديو. يالّا سلام.